المرأة العربية في المهجر دايما قدامها تحديات. من 10 سنين كان قدامها تحدي 9/11 أو 11 سبتمبر، وكيف سيراها الغرب وكيف ستتعامل معاها الغرب بعد هذه التجربة. ودلوقتي قدامها تحدي أكبر بعد الربيع العربي والثورات العربية ونظرة الغرب التي يعاد تغييرها تاني للمرأة العربية. النهاردة احنا معانا تجربة فريدة الحقيقة، هي مغربية عايشة في بلجيكا. هي شاعرة وبتصدر كل دواوينها تقريبا من القاهرة أو من مصر. نعرف أكتر حكايتها النهاردة معانا في الاستوديو الأستاذة الشاعرة نجاة ياسين، رئيسة رابطة الإبداع العربي ببلجيكا. صباح الخير يا فندم. صباح النور أستاذ شريف، مرحبا. ازي حضرتك؟ الحمد لله. منورة مصر. ميرسي، منورة بكم. صباح النور الشعب المصري كله. أهلا بيك. احكي لنا على حكايتك أنت في بلجيكا، وأنت أصلا شاعرة بس عايشة بس مغربية، بس أنت حاجات إيه حكايتك؟ أوكي. هو أنا كان المفروض أروح للدراسة لشهادة الدكتوراه هناك، مم. وحصل نصيب وتزوجت وعملت هناك، والآن بدرس أستاذة في بروكسل، درس علم الاجتماع. علم اجتماع. أيوه. مم. الشعر هو فجوة من الفجوات التي تعبر عليها الذات، سواء كانت في الوطن أو خارج الوطن. لهذا حصل نصيب مع الشعر، وحصل نصيب انه احظ اننا دواويني اللي عملت الديوان الاول مم. والديوان الثاني حيكون ان شاء الله من مصر. ديوانك الأول هو كان وجهتي قلبك قلبك. من 2010. ايوه. تمام. والتاني إن شاء الله المفروض هيكون وجع يوسفي. في حفل توقيع الديوان في 7/9 هون بأطولية القاهرة. مبروك. ميرسي. طيب، أولا عايز أعرف أنت بدأتي تنشري دواوينك أو تكتبي شعرك يعني بالطريقة العادية في الصحف، ولا جت إزاي التجربة، ولا على النت، ولا جه الموضوع إزاي؟ هو طبيعي انه الان حاليا كل اديب او كل مبدع يستفيد من الثوره التقنيه. تكنولوجي طبعا. ايوه، لا تكنولوجي. يعني الفيس يبقى اول مرحله. طبعا. كذلك انا الان بنشر في بعض الجرائد الالكترونيه، جرائد المكتوبه، وبروح مهرجانات. هاي. مهرجانات ادبيه في المغرب، في اوروبا كذلك، خصوصا ان شبكه شعراء المهجر هناك في اوروبا اكثر. بنعرف بالشاعر الذي يبدع باللغه العربيه وموجود في المهجر. بنحاول ان نخلق قنوات للتواصل فيما بين المبدعين. هايل. طيب، والنهارده انت ليه كل شعرك بيصدر من القاهره؟ اشمعنى القاهره؟ وايه يعني جت ازاي؟ هو القاهره عشق. اول شيء انا مغربيه، الوطن والقاهره او مصر عشق، والهجره قدر. امم. تبقى هذا الثلاثي بحاول انني هذا المثلث بحاول اني اتحرك فيه. بعشق مصر كلها، مش بالقاهره فقط. هو النيل ساحر كما اقول. النيل يسحر كن من يشرب منه. اكيد، بس انا عايز اعرف، هي دار النشر ان انت تتعاوني معاها، ولا يعني فعليا بقى على المستوى العملي ليه اخترتي القاهره انها تكون مركز اصدار اشعارك؟ لأن القاهرة عشان بلجيكا بقى أوكي. بلجيكا. لا أعمل في بلجيكا، لكن وجدت إنه مفهوم الإنجاز، بنقول أنتم عندكم ينجز. إحنا صراحة دي كلمة تعلمتها جميل جدا. لازم نوجد إنسان يعرفوا كيف ينجزوا. وده وجدت مجموعة من الأدباء، مجموعة من دور النشر اللي بتقولها أريد كذا 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 كذا، بوجد إنه ما أريد لا يحصل دائما. ايوه. يمكن أروح للمغرب، يمكن في أوروبا كان دور النشر جميلين، لكن هنا بنصدر، بتروح مهرجانات، بتتعرف على ناس، بتكتشف مبدعين وتحاول تترجم لهم علشان يروحوا هناك. احنا لا نأتي فقط، نحن جسر حتى يكون التواصل من هناك لهنا ومن هنا لهناك. كويس بقى انك ذكرتي موضوع التواصل، اللي انا خدت بالي ان انت بتتكلمي وبتقولي ان في حاجه اسمها رابطه شعراء المهجر، وايضا انت بصفتك بقى الرسميه رئيسه لرابطه الابداع العربي ببلجيكا. ايه فكره اولا، ايه حكايه شعراء المهجر، وايه الابداع العربي، وفكره ان انتم بتتواصلوا مع بعض فعلا كعرب مبدعين او فنانين في الغرب؟ هو اصل الفكره كيف كان كل مبدعين، احنا عندنا مبدعين عرب كثير، خصوصا كاين مبدعين اللي فرضت عليهم الهجره لاسباب معينه، كاين اللي فرضت من اجل حرب او لاجئ، او احنا كهجره عاديه او زواج او اسباب مختلفه. لكن وجدنا نفسنا اننا متفرقين، كل واحد في مكانه يبدع. حاولنا ان نجتمع على قدر الامكان ونجمع ابداعاتنا ونعملها في اطار مؤسساتي. اطار مؤسساتي يقول للدوله البلجيكيه نحن هنا،
لسنا فقط كمهاجرين لنعمل أي عمل. الجاليه العربيه العربية بشكل أنا عام. أتكلم الآن أمثل الجالية العربية. قد ايه في بلجيكا؟ الجالية العربية تمثل 10% أجانب. 10% من 10 الأجانب السكان. خصوصا في بروكسل. والمغرب؟ والمغرب يمثل تقريبا ما يقارب 3% تقريبا. والمصرية؟ المصرية قليلة شوية. بس الجالية العربية بها المغرب في القمة. المغرب هي أكبر جالية في بلجيكا. أكبر، بعدها العراقيين. بعدها العراقيين. ويأتي بعدها الجاليات الأخرى. أوكي تمام. أيوه. طيب وبعد كده فتقولي ان انتوا كان فكرتكم ان انتوا تتجمعوا وتبقوا عاملين زي مجتمع، يعني توصلوا صوتكم في المهجر الابداعي. وبنعمل صالون ادبي كل شهر. اضافه الى ذلك شعري فقط ولا كل انواع الادب؟ لما قلنا الابداع لم نعطيها عبثا. الابداع يمثل كل الاجناس المبدعه بما فيها الادب. بمعنى انه الرسام الفن التشكيلي مثلا، بمعنى النحات نحت، بمعنى انه كثير القصه كل الاجناس الابداعيه تحتويها هذه الرابطه. اضافه الى ذلك وهدف اساسي مهم ايضا هو اننا كمثقفين، انا كنت في المغرب ورحت على اوروبا، دائما تعودنا على الاخر الذي يعطينا ياتي لنا بالنموذج. تمام. لما رحنا الان سنحاول العكس. وصل الوقت ان نعكس الكفه شيئا ما. هذا الذي من بلد عربي، أنا أتكلم بالعرب، أنا أنسى لما أكون في الرابطة أني مغربية. هذا القلب العربي وهذا العقل والإبداع العربي لازم نوصله. كيف؟ نترجم. وكيف الوسيلة؟ الوسيلة لم يكن هدفي أني أمر عبر وزارة الثقافة ولا جميل الهيئات الرسمية، لكن تعبنا من المركز. المركز استحوذ على كثير من الأشياء. المركز الثقافي بما فيه من أتباعه المثقفين استحوذ على كثير خد حقه بالمصريين عندكم. يعني كمان يعني مش كل حاجه لازم تبقى بالجهات الرسميه، ممكن وده لا هو زي ما احنا حتى دلوقتي احنا هنا كله لازم يبتدي بقى احنا المجتمع المدني يكون له دور ويبقى افراد يبقى لهم دور. جميل مش كل جداً. حاجه يبقى ما يفرض علينا او ما يتم اختياره يعني. جميل جدا. وكان الاساسي هو نبدا من الميدان، يعني مش من الفوق لتحت، من تحت لفوق. ودي رابع خامس زياره تقريبا الى مصر. انت الوحيده اللي بتزوري يعني بصفتك الشخصيه ولا بتيجوا كمجموعه مثلا؟ ايوه. لا انا باجي بصفتي الشخصيه في اول مره، بل الان باجي كرئيسه رابطه على اساس اني احضر لقاءات مؤتمرات. مش هون، لسه جايه من المغرب وحضرت كثير من المهرجانات في المدن الصغرى اللي فيها مبدعين لا ينظر لهم احد، حتى نحاول نكون رؤيه من يستحق أن يترجم إبداعه ويصل لنقول للآخرين نحن أيضا عندنا ثقافة، نحن أيضا لسنا في إطار ثقافة الجمال، نحن أيضا عندنا بعد كوني للإبداع. بتعملي ده بفلوسك؟ على حسابك الشخصي؟ أيوة لحد الآن على حسابي الشخصي. طب إيه؟ يعني ده رهان والحمد لله لحد الآن عندي عمل كويس، عندي دخل كويس، يتوظف شيء جميل. فقادرة تعملي ده؟ فقادره تعملي كده، قادره ان تقدري تعملي ده؟ قادره ماديا اعمل كده. طيب خلينا بقى نتكلم، او انا عايزه اسمع جزء من ديوانك الاول او الثاني ده باختيارك. أيوة. تحبي تسمعينا انهي؟ احب اسمعكم دموع الشمس. الديوان انا كشعر كرؤيه، هي الفيجن، يعني هو شعر ابداع ولكن الرؤيه فيها وجعين، الوجع القومي يعني كل ما يحدث، والحمد لله اننا عشنا حتى شفنا ما يسمى بربيع ثورات العربية. صحيح. ونعتبره فضل من ربي كثير. هناك الناس ماتوا في السجون حسرة ولم يحصل أي تغيير. صحيح. مناضلين. وكذلك الهم باعتباري أنثى في مجتمع عربي محافظ وتقليدي وكثير من الأشياء، مفهوم طابوهات، مفهوم الحلال والحرام، مفهوم الجنس، مفهوم الدين، كل ده بكسره من خلال الإبداع. هايل. طيب أيوة. نسمع بعد الآن عندي مقطوعة تتكلم عن دموع الشمس. بكبرياء تحبس المآقي الدمع الحارق من قلب الغيوم، ترتسم ابتسامة باهتة في طرفة عين، تتعالى سدود من الأنفة تمنع إعصار الدموع من الطوفان. كالشمس قلبها جرحه أوزوني الطبع، حذاري أن تنبش فيه عميقا
ستفقد بنزيف عناصر الحياة. حذاري أن تمارس عليه عاداتك السادية. لن تفرح سيدي برؤية الشمس تبكي. كلما ازداد الجرح نزيفا وفاضت أنهار الدموع تحمل قلبها الجريح بين أضلعها المرهقة وتواري وجهها في الأفق. تدفن رأسها المثقل بالآلام في أحضان البحر تغتسل فيه من نجاسة جحودك، ثم تصلي على زمنك صلاة الجنازة. ترمي بنفسها المتعب بين أعماقه الدافئة ثم تنام. يراودها الليل عن نفسه، تستجيب، تصيبه لعنة النار، يتحول إلى نور، يتوارى مفزوعا. تنتفض الشمس عنها، تنفض الشمس عنها ما تبقى من قطرات، ومعها آخر الدمعات. تشرع نوافذها للضوء، تتربع على عرش البهاء، تتربع على كرسي البهاء، فتبدأ الحلم، الحياة من جديد. دموع الشمس. دموع الشمس. كيف يرى الغرب، أو يرى على الأقل مجتمعك الصغير لو هنتكلم، المرأة العربية؟ أنت كنت موجودة في بروكسل من إمتى؟ من سنة من 98. هايل. يعني أنت حضرتي 9/11 يعني 11 سبتمبر، وحضرتي الثورات العربية أو الربيع العربي. أيوة. يعني كيف هي بداية، أو يعني تقارني بداية نظرة العالم للمرأة المسلمة المحجبة أو العربية في أوائل الألفينيات ودلوقتي في 2011 بعد الربيع العربي؟ شايفة اختلاف وإيه اللي هيحصل؟ بالنسبة لنا كمهاجرين، خصوصا أنا أتواجد في بلد كان أكثر مهاجرين اللي من أصل عربي هم المغاربة، وكانت الهجرة تتمثل في ناس أميين يعملون الطرق، يعملون الأشياء اليدوية. يعني لم تكن هناك طبقة أو فئة مثقفة أو فكرية فتحتك مع الفئة المثقفة والفكرية الأوروبية. أيوة. أصبحت الأجيال تبعنا اللي موجودة في الجامعات هي التي أصبحت تفتح الجسر ما بين المهاجرين الذين انغلقوا عن نفسهم دفاعا عن النفس، هو دفاع سيكولوجي طبعا. أيوة، انغلقوا عن من نفسهم. الغربة يعني. أيوة، الغربة أو ذلك اللغة هي لغة الكافر، لغة كذا، لغة كاين أشياء سيكولوجية وأشياء معينة يعتبرها الإنسان تمسكا بتقاليده بدينه إلى غير ذلك. الفئة دي هي اللي كانت صلة الوصل. حاولت الفئة دي تدخل في حوار على مستويين. حوار ما يسمى حوار الأديان، أول شيء نعرف بديننا مع باقي الأديان، والحوار الثقافي. لماذا حوار ثقافي؟ بتبيين اختلاف الحضارات. نختلف معكم لكن لسنا مجبورين أن ندوب فيكم. نساهم في تقدم هذا المجتمع ولكن بهويتنا. وده كان في خلال مثلا 10 سنين اللي فاتوا. كان مسار، ولا زال يستمر. كان مسار، وكان نضال طويل. كان نضال نجح؟ طويل، كان في طريقه 100% ولا شيء ناجح. احنا عندنا نطمح لاكثر، لكن الحمد لله بس اكيد احسن من زمان يعني. كثير. الحمد لله ان الان اصبح لنا وزراء من جاليه عربيه، ما كانش من قبل. هايل. اصبحنا في انتخابات ندعم، وليس ندعم في الحملة الانتخابية أطر كانت أبدا مش موجودة. الآن الحمد لله وزير الثقافة وزير بلجيكي من أصل مغربي اللي بنتعامل معها الآن. طيب بلجيكا. متوقعة إيه بقى بعد الربيع العربي؟ دي حكاية أخرى. بعد الربيع العربي يعني دي بريق أمل. بريق أمل. بدأنا بشيء كأنه جدار مظلم وطلع منه نور، لأن تعبنا من عينهم بيقولنا أن نحن لا ننفع لشيء، ننفع لنخدم الآخر، ننفع نذهب كمهاجرين نطلب المال من عندهم، ننفع فقط لينفذ فينا كل نظريات الاستعمارية ويطبق فينا كتجارب. يعني نحن في إيران تجارب، في إيران بافلوف في علم النفس، كتاب بافلوف، كتاب بافلوف. يعني إحنا الوطني العربي كأنه في إيران تجارب مختبر اللي يريد يقدر يطبق فيه. ده هيتغير. أكدت الثورة الياسمين أولا، وثورة الزنابق، الثورة المصرية ثورة حقيقية. لماذا حقيقية؟ لأنها الشعبية أكدت أننا لازم، وصل الوقت أن نصدر، نحن أن نصدر
هذه الثورة والبعد الكوني للثورة. وأنا كان عندي اجتماع مع عميد جامعة عين شمس حتى نعمل ده وحترجمه ل7 لغات متابعة. ربنا يوفقك. وطبعا هي تجربة إنسانية وتجربة عملية متميزة جدا، واحنا كنا فخورين ان حضرتك كنت معانا النهارده في الاستوديو. معرف نهارك سعيد، وهنشوفك تاني اكيد ان شاء الله باذن الله. الشاعره نجاة ياسين رئيسه رابطه الابداع العربي ببلجيكا، بنشكرك شكرا جزيلا. صدر لها ديوانين، اول ديوان كان في 2010 وجهتي قلبك، ولسه يوم كامل توقيع 7/9 اتوليه القاهره هيكون توقيع ديوانها الجديد وهو وجع يوسفي. واشكر كل المبدعين المصريين اللي وقفوا معي من يوم ما وضعت رجلي هون، كثيرين، مصطفى حسن، احمد بخيت، انتم رائعين يا شباب مصر. ميرسي جدا يا فندم. مشاهدينا كان معانا تجربه مختلفه، هنروح لفاصل ونرجع تاني، خليكم معانا. ميرسي.